السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. النهاردة موضوعنا مهم جدا جدا جدا، الناس كلها بتسأل عنه، وهي إن في بعض الشخصيات إن أنا ما ينفعش أرتبط بيها. تمام، عايزة الكل يركز معايا لأن الموضوع مفيد جدا. مش عارفة هياخد حلقتين جزئين ولا لأ، على حسب بس ما نشوف الدقايق نفسها، وبعد كده لو ممكن نقسمه على جزئين. تمام. معانا شخصيات، خلينا ناخد كل شخصية والحاجات اللي بتظهر عليها أو الصفات بتاعتها وازاي اكتشفها في فترة الخطوبة. تمام. أول شخصية الشخصية البارانوية. البارانوية دي اسمه أو بيطلق عليه الشكاك الغيور جدا. طيب، ايه صفاته؟ أول حاجة بيشك في كل تصرفات البشر اللي حواليه، دايما سوء الظن عنده رقم واحد، التسامح عنده صعب جدا، ميوله عدوانية اتجاه اي حد. خد بالكوا انا بقول الكلمه يبقى عممها على كل تصرفاته، مفيش حاجه عنده شواذ، يعني مش ينفع يعمل حاجه مثلا كويسه او ميوله عدوانيه عند واحد، عند ناس معينه، ولا هو ميوله عدوانيه عند الكل. ازاي؟ دايما بالنقد اللاذع، دايما بالسخريه والتهجم على الناس. طيب، مش بيتحمل اي نقد، ما بيتحملش اي نقد من اي حد، الكلام معاه مش بيجيب نتيجه، دايما الاتهام والشكوك في شريك حياته، بمعنى أصح هو حياته كلها اتهام وشكوك، عايش عشان يشك وعايش عشان يتهم الناس. تمام. يعني بأبسط الأشياء انت هتبقى، سواء انت أو هو، هتبقى في موضع المتهم المدافع على أبسط حاجة بتعملها معاه. تمام. دايما بيسعى للمال والسلطة والشهرة، وشايفهم انهم وسيلة علشان يتفخر على الناس، عشان يتعالى عليهم. الشخصية دي صعبة جدا 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 ان الواحد يتعايش معاها. تمام. طبعا انا مش هقول ان الشخصية ان في ناس يعني غيورة بزيادة. الغيرة بزيادة دي بيبقى عن طريق الحب، بس مش بيبقى بالمنظر اللي انا قلته ده او بالصفات اللي انا قلته ده. يعني هو ده مش هو ده الشخصية اللي انا بتكلم عليها. الشخصية اللي بتغير بس بتحب، دي مش ليها دعوة بالشخصية اللي بتكلم عليها دلوقتي. يمكن انت مش او محدش يركز على نقطة معينة واحدة بس ويعممها، لا، ركز على كل الصفات اللي انا قلتها كلها في الشخصية. تمام. تمام. طب ازاي اكشف الشخص ده وازاي اكتشف البنت دي في فترة الخطوبة؟ تمام. اول حاجة هتلاقيه دايما او تلاقيها دايما بتشك في نوايا خطيبها. ده كان يقصد كذا، ده كان عاوز كذا، ده كان قصده يقول لي كذا. دايما هتلاقي فيه رحت فين، جيتي منين، كنت بتكلمي مين. كل ما تتكلمي كلمة هتلاقي يقولك انت بنتي تقصدي بالكلمة، طب انت تقصد ايه بالكلمة. هو شاكك في كل حاجة انت بتعملها، اي تصرف بتعمله، اي تصرف بينتج عنك هو شاكك فيه. تمام. وبعدين بلغة استجواب، يعني مش بلغة حب. يعني في ناس بتقول الحاجات دي بس بلغة خوف وحب، لا، ده باستجواب. هو بيستجوب الخطيب او بتستجوب خطيبها. تمام. شديد الغيرة في نفس الوقت وشديد الحساسية، يعني هو ممكن يغير غيرة فظيعة، بحيث ان هو غيرة مرضية. تمام. وبرضه لما حد يجي يقوله انت بتعمل كذا او ينتقده حتى انتقاد خفيف، بيزعل جدا 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 وما بيعملش اي انتقاد من اي حد. هتلاقيه، طيب اكيد يعني هتلاقيها او تلاقيه ماسك الموبايل بيفتش في موبايل خطيبته، فاتح الاكونت بيشوف رسائلها مع اصحابها وكلامها مع اصحابها، ماسكه مثلا دفاتر، لو هي متجوزه واحد زي ده، لا، ماسكه مثلا دفاتر جوزها بتفتش فيها. هتلاقيه هو بيبحث عن اي حاجه عشان يطلع الطرف التاني خاين. تمام. يعني اظن دي وصلت كده. الوقت كله ضايع معاه في دليل براءة، دليل وفاء، اتهامات وتحقيقات، الوقت كله ضايع معاه في كده. دي الشخصية البارانوية أو الشكاك الغيور. تمام كده. ادي اول شخصية. طبعا من الصعب جدا انك تعيش مع الشخصية دي، او لو عشت فترة فانت هتيجي فترة وهتقول لا كفاية كده، يبقى من الاول مش هختارها اصلا. تمام. وعرفنا احنا بنكتشفها ازاي في فترة الخطوبة. الشخصية التانية اللي هندخل عليها الشخصية النرجسية. ايه النرجسية دي؟ شخصية الشخص الأناني المعجباني المتفرد. طيب أنا عايز يا آلاء، يعني ايه معنى النرجسية دي؟ نرجسي في اللغة او احنا واخدينها من اللغة اليونانية، وجاي عن طريق أسطورة في اليونان، بتقول ان كان في شاب قاعد على بركة من المياه، فبص للبركة فلقى صورته فأعجب بيها، ففضل باصص في البركة لحد ما مات وهو معجب بصورته.
اسطوره بتقول كده. فاجت عن طريقها الشخص النرجسي. ايه الشخص النرجسي ده؟ النرجسي ده اول حاجه شخص معجب بنفسه جدا 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 فوق الوصف. يعني شايف نفسه هو اجمل واذكى حد في الكون، شايف نفسه ان هو متفرد بصفات التفوق، مفيش ولا عيب فيه، مش معترف ان عنده عيوب اساسا، شايف ان الكون كله هو محوره والناس كلها بتلف حواليه. تمام، مغرور لدرجة كبيرة جدا يعني، وكمان بيستخدم الآخرين عشان يوصل لأهدافه. ممكن يحقق نجاحات في حياته ظاهرية عشان يتفاخر بيها تمام قدام الناس. شريك حياته بالنسبة ليه هو ممر، أو هو بيستغله لحد ما ياخد رغبته منه، سواء بنت أو ولد. يعني سواء في بنت نرجسية في ولد نرجسي، مش في مشكلة. الكلام على الشخصيات دي كلها في البنات والولاد، مش بتكلم على الولاد كمان لغة المذكر اللي أنا بقولها، لا أنا بتكلم على الجميع. تمام، عشان نبقى بس مركزين مع بعض. شريك حياته بالنسبة له هو ممر، بياخد منه اللي هو عايزه ويرميه. يعني بياخد هدفه أو غرضه وبعد كده بيسيبه. طيب الحاجات اللي قلتها دي هتلاقيها في صفاته، يعني انت ركز تاني، او لو انت ما سمعتش الصفات ركزها تاني، بتظهر في الخطوبة. تمام، دي الشخصية النرجسية. أناني، معجباني، متفرد بنفسه قوي. طبعا من الصعب جدا انك اساسا هتبقى مجرد كوبري، هياخد اللي انت هياخد منك اللي انت عايزاه، او هتاخد منك اللي هي عايزاه، لو فلوس بقى، شهرة، مش عارفة ايه، وهتسيبك. هي الشخصية دي كده. تمام. تالت حاجة الشخصية الهستيرية. ايه الهستيرية دي؟ الشخصية الهستيرية هي والشخصية السايكوباتية اللي احنا هنقولها بعد دي. الشخصيتين دول هما اللي بيدور عليهم الروايات والكتب والقصص الرومانسية والدوشة دي. ايه الشخصية دي؟ هتلاقيها في النساء اكتر من الرجال، يعني الشخصية دي دايما انا بشوفها في النساء اكتر من الرجال. طب بتقول ايه الشخصية دي؟ الشخصية دي اي حد هيتعامل معاها يعني يحس بحيرة او تناقض. مظهر جذاب جدا للي قدامه، من جوه فاضي. مظهر بيجيد التمثيل العواطف، يعني بيعرف يمثل العواطف كويس قوي، بس من جواه بارد عاطفي او برد عاطفي. تمام، برد عاطفية. تمام. يعني ممكن يقنعك ان هو اكتر حد رومانسي، وهو اصلا ما يعرفش حاجة عن الرومانسية او مش حاسسها. ممكن تقنعك ان البنت قمة في الرومانسية وهي ما تعرفش حاجة. تمام. مش بيتحمل مسؤولية، هو للعرض بس، الشخص ده بيعرض نفسه بس، أما مسؤولية أو حياة مفيش. ممكن يغري بالحب أو تغري بالحب ومش تديه، ممكن تغوي ومش تشبع، ممكن تعد أو توعد ومش توفي. هو شخصية للعرض بس، اهتمامه شديد جدا بمظهره، بيحب الألوان الصارخة عشان يجذب الناس ويلفت الأنظار. علاقاته متعددة، وهتلاقي في علاقات كتير في حياته، بس كلها علاقات سطحية، أو بمعنى أصح علاقات للمنظرة. هتلاقيها مهتمة أو هتلاقيه مهتم بجماله بشياكته، الناس كلها بتبص عليه، بس زي ما قلنا ده للعرض بس. لو الشخصية دي في البنت هتبقى مصيبة وكارثة، لأن أولا دي ما تنفعش زوجة، لأن مش هتدي حب حقيقي لزوجها، مش هتعرف تهتم ببيتها، لأن كل شاغل أو كل اللي هتبقى بتفكر فيه هو الشوبينج، اللبس، مجوهرات، المراية. ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا ان الشخصية دي للعرض بس، فهتكون مهتمة بمظهرها جدا جدا جدا. اما جوزها، اما هو برضو لو هو نفس النظام، فهو مش هيهتم غير بشكله وبس. شخصية أنانية جدا، ما بتفكرش غير في نفسها. هتلاقيها للعرض، لما يجيلها أي ضغط خارجي ممكن توهم الناس إنها هتنتحر، تكتب جوابات، مش عارفة، تبعت رسايل علشان تستعيد اهتمام الناس ليها تاني. زوجة فاشلة بمعنى صح، متقلبة جدا جدا جدا. في العلاقات الخاصة اللي هي العلاقات الزوجية بتهرب منها، سواء هو أو هي، لأن في الآخر وفي الأول هو عندهم برود. تمام. دي بالنسبة للشخصية اللي هي الإيه، زي ما قلنا، الهستيرية أو الدرامية أو الاستعراضية، أو الشخصية الزائفة اللي بتبين لك حاجة وتظهر حاجة تانية خالص. وطبعا ده بتبان في الخطوبة جدا، خلال اهتمامه بالمظهر. تيجي تتكلم معاه مش تعرف أصلا ده تطلع منه بأي جملة مفيدة أساسا، سواء بنت أو ولد. الشخصية الرابعة ودي آخر شخصية معانا، الشخصية السايكوباتية، برضو بتدور عليها الروايات والكتب والاساطير، لان الروايات اغلبها ورومانسيات، وخاصه الروايات الرومانسيه بتدور حوالين رومانسيات فقط. تمام. فهتلاقي اغلبهم بيتحكموا او بيتكلموا على الشخصيتين دول ومش واخدين بالهم اصلا. الشخصيه السايكوباتيه دي انا بسميه نصاب، محتال، مخادع. طيب يعني ايه صفاته؟ كذاب، محتال، تيجي يدي وعود كتير جدا ومش يعمل اي حاجه بيهم.
مش بيحترم قوانين، مش بيحترم ناس، مش بيحترم بشر، مش بيحترم عادات. الحاجات دي مش ملوش عزيز يعني ملوش عزيز ولا كبير. كل اللي بيجري وراه ملذاته وشهواته. نظراته مش مظبوطة، سواء بقى بنت أو ولد، يعني الاتنين على فكرة في الزمن ده الاتنين كده تمام يعني. نظرات نفسها مش مظبوطة، بيسخر من الجميع. يعني بيسخر الجميع وبيسخر شريك حياته للاستفادة منه بس لشهواته وملذاته. حكاية الضمير عنده ميت، مفيش ضمير أصلا. يعني بقول لك، يعني دي أكتر شخصية ممكن تلاقيها في الشباب الضايع. ربنا يعافينا ويهدي الشباب. اللي هو ممكن يجذب البنات يعني السنين الصغيرين اللي هم مش فاهمين أي حاجة. عامل زي الفريسة كده، يبين لها ان الواد ايه بقى الشهامة المزورة، المرونة والتفاهم في العلاقة، ويبدأ يرسم لها أحلام، وأنا بحبك وانتي بتاعتي ومش عارفة هتجوزك، ويبدأ بقى يرسم 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 يرسم، ويطلع بالبنت سابع دور عشان يستغلها، لا إما ماديا لا إما جسديا. تمام. وفي الآخر يعني لا إما البنت ترغم نفسها أو ترغم لأهلها بعد ما يستغلها طبعا إن هما يتجوزوا. هو هيبقى ليه خيارين، لا إما هو يتجوزها ويوريها أيام سودا، لا إما هو يهرب ويغدر بيها. تمام. في الحالتين الشخصية دي أهل الخبرة بيعرفوها، يعني بيعرفوها جدا في الأول لأن الشخصية بتبان. أما هو بتبقى الضحايا بتاعته بنات الصغيرين. تمام. او العكس يعني، بس هو في الاغلب الشخصيه دي بتبقى في الرجاله. تمام. الشخصيه دي يا جماعه مش عايزه اقول لك، انت لو دورت على ماضيه هتلاقيه كتير او مليء بالفشل والتجارب. ممكن صدمه، ممكن تجربه، ممكن اب وام سابوه، او هو يعني ضحايا اب وام او شبيه الشخصيه الادمانيه. يعني الشخصيه السيكوباتيه دي شبيهه الشخصيه الادمانيه اللي هي الباحثه عن اللذه فقط، سواء بالشرب، سواء بشرب المخدرات، سواء بشرب السجاير، سواء بالشرب او الروحان على اللذات المحرمه. هي شخصيه بتدور على اللذه وبس. ممكن يخدع الناس كلها، ممكن يخدع اي بنت يقول لها انا بحبك والحب ده هو علاجي علشان اسيب كل ده ومش عارفه ايه، وده مجرد بس ايه، زي مسكن عشان البنت تنخدع وتقول ان هو ضحيه ومش عارفه ايه وتقع في حبه ومع السلامه بقى. تمام. احنا كده خدنا 4 شخصيات، الناس كلها هتركز فيهم قوي في الاختيار، لان الشخصيات دي يعني مش عايزه اقول لكم انها كارثه. الشخصيه الاخيره معانا اللي هنختم بيها الشخصيه الاعتماديه. ايه الشخصيه الاعتماديه دي؟ هي الشخصيه اللي ملهاش شخصيه، الشخصيه المعتمده على اهلها. اللي هو ان انت يجيلك راجل اللي بيحركه اهله، يجيلك بنت اللي بيحركها اهلها، ملهاش رأي، ملهاش قرار، ملهاش شخصية، ملهاش كيان. الشخصية دي يا جماعة هي ممكن واحد يعيش معاها، بس هتلاقي حياتك كلها بس مباشر، هتلاقي الناس كلها بتتدخل في حياتك، هتلاقي الناس كلها عارفة تفاصيلها بالتفصيل الممل. حتى العلاقات الخاصة بين زوجتك هتلاقيها عارفة تفاصيلها برضه، لأن الشخصية دي غير متحملة المسؤولية، ما ينفعش تتحمل مسؤولية. تمام. الشخصيات دي هي مرضى نفسيين، ولو اتعالجوا هيبقوا اصحاء. بس الشخصيات دي مش عايزه اقول مش من الصعب تغييرها، هو الشخص مش عارف نفسه ان هو مريض، فمن الصعب انك تقنعه ان هو اصلا فيه الحاجات دي. فانا ليه احط نفسي من الاول اصلا مع شخصيات دي ابدا بيها حياتي؟ لا، انا ابعد عن الشخصيات دي تماما واشوف. وبيبانوا في فتره الخطوبه، ومحدش يقول انا هروح اخطب وبعدين افلكش. الخطوبه اصلا هي وعد بالجواز، يعني من المحتمل انك تفلكش، يعني من المحتمل انك انت تفلكشي برضو. يعني مش هي خطوبه يبقى لازم جواز، لا، الخطوبه دي هي مرحله اختبار. المشكله بقى اللي احنا مجتمعنا في بعض العاهات والتقاليد فيه، ان برضو ان البنت لو اتخطبت 3 4 مرات يبقى فيها حاجه. ايه المشكله برضو؟ ما هي مش لاقيه شريك حياتها، وايه المشكله لما الولد يخطب 3 4 مرات برضو؟ مش لاقي شريك حياه، مش لاقي شريكه حياته. ايه المشكله؟ في حاجات في المجتمع غلط، وفي حاجات احنا بنتوارثها عن اجدادنا غلط برضو. بس هنعمل ايه؟ احنا بنحارب وفي نفس النظام بنحاول نفتح العقول على قد ما نقدر. يا رب اكون استفدتوا النهارده، ونبعد عن الشخصيات دي، واللي هيلاقي نفسه شخصية من الشخصيات دي غير نفسه فورا، لأن شريك حياته بمعنى صح مش هيتقبله، لو تقبله فترة هيبقى صعب جدا يتقبله بعد كده. يا رب أكون أفدتكم النهاردة، ويا ريت تفاعل أكتر مع الفيديو ومع الصفحة علشان نوصل لأكبر عدد عن طريقكم إن شاء الله. وبإذن الله نقابلكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله هشام.